من تصدر المجموعتين مع نهاية دور المجموعات؟ ورب الكعبة فريق آسيوي وفريق عربي أفريقي، اليابان والمغرب، وبالمقابل ألمانيا وبلجيكا أوت. من يصدق؟ عشنا يوم مونديالي لا يمكن وصفه بكلمات. تخيل بس أنت، تخيل الجنون وين. قلبنا مع المغرب ونترقب من ستواجه في دور 16 كمتصدر للمجموعة السادسة، وننتظر صاحب المركز الثاني من المجموعة الخامسة. إسبانيا واليابان بيلعبوا، وفي نفس الوقت ألمانيا وكوستاريكا بيلعبوا. في الدقيقة 45 المغرب راح تواجه ألمانيا قياسا على النتائج الحاصلة. في الدقيقة 48 المغرب صارت حتواجه اليابان لأنها سجلت التعادل مع إسبانيا. في الدقيقة 53 المغرب راح تواجه إسبانيا لأنها خسرانة من اليابان. الدقيقة 68 المغرب راح تواجه كوستاريكا لأنها تقدمت على ألمانيا. الدقيقة 72 المغرب راح تواجه إسبانيا لأنه ألمانيا قلبت النتيجة على كوستاريكا. يا عفو الله الرحيم، شو اللي صار؟ نعم، في لحظة من اللحظات إسبانيا وألمانيا أوت خارج البطولة، واليابان وكوستاريكا متأهلان لدور 16. هاي هي أغرب مجموعة شفتها في حياتي في تاريخ كأس العالم، وهاي هي أجمل بطولة كأس عالم في التاريخ قياسا على ما يحصل فيها من جنون وسيناريوهات أغرب من الخيال. وبالنسبة إلنا كعرب لا نقاش على أنها أفضل مشاركة إلنا في التاريخ في كأس العالم. المغرب هي عروس الليلة. المغرب تتأهل للدور الثاني للمرة الثانية في تاريخها من بعد مونديال 1986. وقتها المغرب حققت المركز 11، وكان أفضل مركز إلنا كعرب بنحققه في تاريخ مشاركاتنا كلها. الآن وقياسا على ما شاهدته من منتخبنا المغربي فلا نبتغي إلا الذهاب أبعد من دور 16. لماذا لا نتخطى إسبانيا؟ ما الذي يمنع؟ اليابان فعلتها، فلماذا لا نفعلها؟ بعزيمة الرجال وهمة الأبطال وتكتيك المدرب القدير وليد الركراكي ربان السفينة سنفعلها بإذن الله. المغرب تلعب على أرضها وبين جمهورها وكأنها في الرباط أو الدار البيضاء أو مراكش أو طنجة أو فاس أو أكادير. جمهور عربي رائع يساند المنتخب المغربي. لا أقول جمهور مغربي، لا، بل أقول جمهور عربي من كل قطر ومكان جاءوا خلف أسود أطلس. ما أجمل كرة القدم وما أجمل كأس العالم، وهو يوحدنا ويقربنا من بعض. نشعر فعلا بقوة الألفة ورابطة الدم العربي المسلم هنا في كأس العالم. نحزن على خروج قطر والسعودية وتونس، ولكن نتوحد الآن جميعا خلف راية المنتخب المغربي. أهم 3 مواضيع نحكي عنها الآن: الإنجاز المغربي، ثم الفضيحة الألمانية، وختاما بالخروج المدوي للمنتخب البلجيكي. فخليك متابع معي لنهاية الحلقة واسمع مني هالكلمتين. مع جنون البطولة ونتائجها الغريبة، كمية ناس بيبعتوا لي في حساباتي الشخصية: ساعدنا يا محمد في توقع نتائج المباريات عشان نفوز بكأس بلدنا. المصيبة إن المباريات صعب تحذر لها، البطولة كلها مفاجآت، وأنا سبق إني خبرتكم عن كأس بلدنا وجوائزها القيمة. كل المطلوب منك بس توقع الفائزين في كل مباراة في البطولة، وأكثر من يحصد نقاط في نهاية البطولة راح يفوز بجوائز جبارة. هاي صفحة بلدنا على الانستغرام، اعمل لهم فولو وحتلاقي لينك التسجيل في كأس بلدنا عندهم في البايو. اعمل حساب في الكأس واختار فريقك المفضل وحط نتائجك وتوقع وتحداني وتحدى أصدقائك. رابط الوصول لحساب بلدنا ثبته في خانة الوصف وفي أول تعليق تحت. طيب، المنتخب المغربي ينتصر 2-1 على المنتخب الكندي ليتأهل كمتصدر للمجموعة السادسة، مستفيدا من تعادل بلجيكا وكرواتيا 0-0، فتحصد المغرب 7 نقاط من فوزين وتعادل، وتأتي كرواتيا في المركز الثاني ب5 نقاط من فوز وتعادلين، ثم بلجيكا تودع البطولة بالمركز الثالث بعد جمعها ل4 نقاط فقط، وكندا في المركز الرابع والأخير ب0 من النقاط و3 هزائم. وليد الركراكي هو أول مدرب عربي يصل إلى دور ال16 في التاريخ، مع العلم أنه تم التعاقد معه قبل شهور بشكل طارئ لإنقاذ المنتخب المغربي وجمع شتات الفريق وتكوين منتخب قوي بلحمة واحدة بعد ما خربوا المدرب السابق هاليلوزيتش. وعلى فكرة المغرب تخصصها تصدر المجموعات الحديدية في كأس العالم. في مونديال 1986 كانت مجموعتها فيها إنجلترا والبرتغال وبولندا وتصدرت عليهم، والآن تتفوق على بلجيكا وكرواتيا وكندا. وعلى فكرة كمان المغرب ثاني منتخب أفريقي لا يخسر في دور المجموعات في تاريخ كأس العالم بعد نيجيريا 1994. المغرب تضرب موعد مع إسبانيا في دور 16 لتعود فرصة الثأر مما حصل في مونديال 2018 وقت ما الفار حاد عن العدالة والنزاهة وظلم المغرب. لم ننسى وقد جاء وقت رد الاعتبار. شخصيا لم أكن أتمنى مواجهة الإسبان، تمنيت ألمانيا وطلبتها بالاسم، ولكن اليابان تجبرت وقتلت إسبانيا، وإسبانيا ضعفت وقتلت ألمانيا بهذه الخسارة، فكتب لنا مواجهة الإسبان. أنا مشكلتي مع إسبانيا إنهم منتخب هجوميا قوي جدا ومؤذي، وفي الاستحواذ لن تجد أثقل من دمهم، بمرروا أكثر من 1000 تمريرة في المباراة الواحدة. المتوسط لأي فريق في البطولة هو من 400 ل 600 تمريرة إذا كان فريق جبار. لا، هذول المجانين بيعملوا فوق 1000 تمريرة، والمشكلة إنه هذا الاستحواذ يقتل الرتم وبيمنعك من تنفيذ أفكارك الهجومية. لما تقطع الكرة بدك وقت لترجع ترتب أفكارك حتى تبدأ صح، ما بتلحق تبدأ حتى يكون يمكن قطعوا الكرة وبدأوا من جديد بممارسة ألاعيبهم. طيب يا محمد، إذا هم هيك مثل ما بتقول، طيب كيف خسروا من اليابان؟ لأنه دفاعهم طاعون أسود، هو نقطة ضعفهم. لويس إنريكي كما عادة المدربين الإسبان قوي هجوميا وضعيف دفاعيا. خذ جوارديولا وتشافي كمثال، ممتعين جدا هجوميا والظهر مكشوف تماما، ما أسهل ضربهم بالمرتدات. أي فريق منظم هجوميا وسريع ويلعب بذكاء على التحولات الهجومية قادر على إيذائهم، وهذا ما فعلته اليابان. فأملنا بالركراكي أن يتنبه لهذا الأمر ويجد له الحل المناسب. نمنعهم من الاستحواذ القاتل، نفرض أسلوبنا عليهم مش العكس، ونستثمر ضعف دفاعهم الصارخ بضربهم في مقتل من هجمات
هجمات مرتدة منظمة. هذه هي تركيبة الفوز على الإسبان وقهرهم. عارف إنه الفرحة هي اللي مسيطرة حاليا، وبدنا نسمع بس كلام إيجابي عن المنتخب، بس خليني كمان أحكي السلبيات على السريع. المنتخب المغربي في الشوط الثاني أمام كندا خلانا شوي نخاف، قبلنا اللعب وتراجعنا للخلف بقرار من الركراكي، فهددت كندا واقتربت من مرمى ياسين بونو، ولكن ربنا ستر. عبد الرزاق حمد الله حتى الآن لم يقدم شيء، ننتظر منه أكثر بكثير. واضح إنه غير لائق بدنيا وعنده وزن زائد، وذهنيا مش مركز. ثالثا واخيرا الحذر، كل الحذر من الاخطاء الفرديه في كاس العالم وفي الادوار الاقصائيه. الغلطه بهدف، والهدف بيروحك من البطوله مودعا. مثلا ياسين بونو بالامس خلانا نحط ايدينا على قلوبنا في لقطه ما. طيب بالنسبه لالمانيا وخروجها من دور المجموعات، تتذكروا بعد خساره المانيا من اليابان شو حكيت في الحلقه؟ قلت اخشى على المانيا سيناريو ايطاليا، تتويج بكاس العالم ثم خروجين متتاليين من دور المجموعات، وهو والله ما حصل تماما. ايطاليا 2006 هي المتوجه، ثم خروج من الدور الاول 2010 و2014، والمانيا تسير على ذات الطريق، تتوج بمونديال 2014 ثم تودع دوري المجموعات 2018 و2022. الحذر مما هو بعد ذلك، الغياب الايطالي عن بطولتي كاس العالم 2018 و2022. فانا بقول لهم اوعوا تصير معكم كمان زي ايطاليا. ايطاليا بقى فاز 2006 2010 و2014 من الدور الاول، بعدين غيابين اثنين عن كاس العالم نهائيا 2018 و2022. ايطاليا من بعد نطحة زيدان ما شافوا خير في كاس العالم. هتفهم المعلومه؟ هذا الكلام قاله نجم المنتخب الالماني جوسوا كيميخ بعد المباراه، قال المنتخب قبل ما انا العب فيه كان بطل عالم ولا يخرج قبل دور نصف النهائي سواء في اليورو او في كاس العالم، وفجاه صرنا منتخب ضعيف وعاجز عن تخطي دوري المجموعات لكاس العالم نسختين ورا بعض، وخروج مهين من يورو 2020 من دور ال16. مسكين بلوم نفسه وبيقول حاسس حالي انا السبب. لا يا عزيز جوسوا، مش انت السبب. المنتخب مليء بنجوم تتلألأ في سماء الكره العالميه، شتان بين اسماء لاعبي المنتخب الالماني ولاعبي المنتخب الياباني متصدر المجموعه، بس كره القدم لا تكفي فيها الاسماء. منتخب المانيا ما ترك منبر الا وحارب قطر منه. اذكر تصريح المدرب هانز فليك قبل البطوله يقول فيه لو توجنا ابطالا للعالم لن نحتفل في قطر. شوفوا الحقد لوين وصل، بدهم يدافعوا عن الالوان ومش عارفين ياخذوا راحتهم، وقطر منعتهم فحقدوا. ما تركوا وسيله يؤذوا فيها قطر وما عملوها، حتى تصريحات لاعبيهم كلها سم في سم. بتعرفوا شو اللي بزعلك؟ انه هي الدول طول عمرها تمارس سياسات عدوانيه وعنصريه مقيته وتهجميه على العرب والمسلمين، واولهم دوله فرنسا اللي انا بشجع منتخبهم. بس عشان تركزوا، المشكله وين؟ انه المنتخبات الكرويه ما كانت تتدخل ابدا، وهذا اللي بخلينا نشجعهم، لانه ما لهم بالسياسه ابدا ولا يقحموها. المشكله الان انه في منتخبات تبنت افكار حكوماتها ودخلت السياسه بالرياضه. انا هون مصيبتي. ورب الكعبه لو المنتخب الفرنسي تصرف كما تصرف المنتخب الالماني في هذه البطوله لما شجعته، وبالعكس لتمنيت له مغادره البطوله من الباب الضيق. هي امور ما فيها مزح، بالعكس المنتخب الفرنسي كل تصريحات اللاعبين والطاقم الفني مسانده لقطر والبطوله. طول عمرنا بنقول الرياضه تصلح ما تفسد السياسه، لا المنتخب الالماني والمنتخب الدنماركي فظعوا اخلاقيا في حق قطر، خلطوا الحابل بالنابل، فكان خروجهم من دوري المجموعات هو دواء لكل من تاذى منهم. والحلو في الموضوع انه الان جماهيرهم قايمه عليهم وتلومهم على هذا الخلط الرهيب، مش الجماهير العربيه، جماهيرهم هم جماهير بلادهم نفسهم. المانيا بالمناسبه فازت على كوستاريكا وحققت المطلوب منها في الجوله الاخيره، وان كان بطلوع الروح، بس فازت في النهايه وحققت ذات النتيجه اللي صارت في افتتاح كاس العالم 2006 في المانيا. اذا بتتذكروا لما تواجهوا الفريقين برضه انتهت 4-2 سبحان الله، بس الفوز ما كان كافي لتتاهل المانيا لانها تركت مصيرها بايد اسبانيا، واسبانيا ما رحمت المانيا وخسرت من اليابان وسلمتها الصداره. قلت لكم لا يوجد اي اتفاق او مؤامره بين اسبانيا والمانيا بعد التعادل في الجوله الثانيه. يا الله شو قرات كلام ناس مقتنعين تماما بالمؤامره، وانا قلت لكم نهائيا لا يوجد اي مؤامره، بالعكس بتمنوا يتخلصوا من بعض، وممكن جدا اي واحد منهم يخسر في الجوله الاخيره وهو ما كان. اسبانيا هي احد اهم اسباب هذا الخروج المدوي لالمانيا من دوري المجموعات، وتستمر اسبانيا في لعناتها على المانيا في ال14 سنه الاخيره. هزمتها في نهائي يورو 2008، ثم اقصتها من نصف نهائي كاس العالم 2010، ثم الفوز المهين ب6-0 في دوري الامم الاوروبيه 2020، ثم اخيرا الان التسبب بالاقصاء من دوري المجموعات لكاس العالم قطر 2022. بلجيكا هي صدمه اخرى في هذا المونديال، علما انها كانت افضل من كرواتيا في مباراتهم بالامس، ولكن لوكاكو لوحده تكفل بقتل الحلم البلجيكي باهداره ل3 فرص اهداف محققه، راح كسر زجاج بنش اللاعبين بعد المباراه وهو زعلان ومعصب. بس ازعل على حالك وعلى الفرص اللي ضيعتها يا عزيزي، انت قتلت اي حلم لمنتخب بلادك، لا انت قتلت جيل كامل وانهيت فتره عز المنتخب البلجيكي. اظن انه خلاص المدرب روبرتو مارتينيز استقال قبل ان تتم اقالته. احكوا لي في خلف التعليقات، هل بلجيكا كانت طفره في عالم